أنا جوهر المضحي من مكتب المرأة من أبو فرع. أنا أحكي رأيي الشخصي والرأي العام للنساء الموجودات هنا في المنطقة. أنا ضد الاحتلال التركي على بلدنا وعلى روج آفا خاص، ونطالب الأمم المتحدة بأخذ الاعتبار حتى ينظروا للأطفال الذين يحترقون برأس العين وفي جميع مناطقنا، ونطلب أنه يراعونا ويحمونا من هالغاشية اللي راح تجي وتحتل أرضنا وبلدنا. وأنا أعطي ثقتي لحماة سوريا الديمقراطية، وأنا أعرف أنه راح يستطيعون أنه يحمونا ويحموا أرضنا وعرضنا، ونحن ننظر عليهم نظرة مستقبل إن شاء الله. الرفيق ياسر الحمزة، ديوان بلدية أبو فرع، من بلدية أبو فرع، باسمي وباسم الرفاق في بلدية أبو فرع. استنكر الاحتلال التركي على منطقتنا، ونستنكر كمان قتل الأطفال الأبرياء والاحتلال الغاشم الذي يجي على منطقتنا، مو بهدف لا منطقة آمنة يسوي، ولا بهدف المناطق اللي عندهم الأبرياء. بالعكس هو جاي بده يريد يحتل المنطقة ليعيد الاحتلال العثماني علينا، واللي يعيد المنطقة يشوف شلون ازدهارها بالنفط، بده يريد هالنفط ويسوي كالعثمانيين الأول، يعيد 400 سنة القديمة اللي كانوا مستحلين. واردوغان هو طبعا اردوغان مو سياسته سياسه والله مشان الاطفال الابرياء او شيء. طيب اذا مشان الاطفال شلون يضرب السيفور منطقه راس العين ويشوه الاطفال؟ يعني شفنا المقاطع النازلين على الفيديو، يعني شيء يعني حتى الاسرائيليين ما سووهن مثل ما سووه هو.